نواصل في تدبر سورة مريم كالعادة باعتماد تفسير التحرير والتنوير للعلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله. خذيت هذاك قريته نقرأ تفسيره هو ونحاول باش نحي منه الاشتقاقات اللغوية ونحي منه الشواهد اللي من شعر ومن حكم اللي يجيبهم هو، وناخذ المعنى اللي حاجته من الآية، روح الآية ومعنى الآية ناخذه ونحاول باش نبسطه حتى يصل فهمه للجميع. وصلنا المرة الفارطة إلى السيدة مريم عليها الصلاة والسلام، وكيف أنها جاءها الملك وأعلمها أنها ستصبح حاملا، وكانت حاملا وكان أمرا نقضيا، أي قضي الأمر فلا نقاش، وما عليها إلا أن تتحمل ابتلاء الله لها بصبر شديد وجلد وقوة وعزيمة حتى تواجه قومها الذين أكيد هم سيعارضونها ويتهمونها بأبشع الأوصاف وما زالوا إلى يومنا هذا. قال تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. يقول ابن عاشور يقول أي حملت بالغلام في فور تلك المراجعة، قصيا أي مكانا بعيدا عن مكان أهلها. لكن السياق لا يذكر لنا كيف حملته ولا كم المدة التي حملته، وهل هو حمل عادي كما تحمل النساء وتكون النفخة قد بعثت الحياة والنشاط في البويضة، فإذا هي علقة فمضغة فعظام، ثم تكسى العظام باللحم ويستكمل الجنين أيامه المعهودة، هذا جائز. فيكون هكذا، وقد يكون بأمر الخالق سبحانه وتعالى حسب بعض التفاسير أنه تكون مباشرة في بطنها في لحظتها، حملت وولدت، لأن الفاء في اللغة العربية، استعمال الفاء للربط بين الجمل في اللغة العربية يدل على سرعة الأحداث. فحملت فانتبذت فحملت، أي بالوقت معلمة حملت فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. إذن المخاض ما قالش ثم جاءها المخاض أو واجأ، قال ثم، هناك فترة زمنية طويلة. لكن القرآن الكريم استعمل حرف الفاء، والحرف الفاء يدل على سرعة تتالي الأحداث. الله أعلم. هذا أمر لم يذكره القرآن الكريم، أن العبرة بالقصة وأحداثها وليس العبرة بالظروف الزمنية والمكان وكل. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وكلمة فأجاءها فها معناها أي جاءها المخاض بعد تمام مدة الحمل. يقول ابن عاشور قيل بعد 8 أشهر من حملها، والله أعلم. لو كان بعد 8 أشهر قال ثم، ما قالش ثم، قال فاء. وكلمة فأجاءها فيها كلمة الفجأة، فيها فجأة، فأجاءها فيها لفظة تحمل في معانيها في كي تنطقها، تلقى كلمة فجأة أي فوجئت بالمخاض أنه جاءها، أي أن الحمل كان سريعا جدا، والله ورسوله أعلم به. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. كيف تقول مريم هذا الكلام ولماذا قالته؟ التفسير لأن السامع، حدثنا ربي شنو صار لها، لأن السامع بيعرف حالها عند الوضع الحمل بعد ما كان أمرها مستتر وكان غير مكشوف بين الناس، الآن أصبح منكشف أنها ستحمل وتأتي بالغلام. إذن فيعلمنا الله سبحانه وتعالى أنها تمنت الموت قبل ذلك، فهي في حالة من الحزن، ترى أن الموت أهون عليها من الوقوع فيها، أنها بنت طاهرة وبنت شريفة، أمر عظيم جدا. كيف تنجب وهي الطاهرة المباركة الطاهرة مريم؟ وهذا علاش قالت مت قبل هذا، وهذا دليل على مقام صبرها وصدقها في تلقي هذا الابتلاء الذي ابتلاه به الله سبحانه وتعالى السيدة الصديقة مريم عليها السلام، التي نحبها ونقدرها ونعزها، ليس كما يفعل اليهود في ترذيلها وإسقاط قيمتها ووصفها بأبشع النعوت، وليس كما يقول النصارى أنه جعلوها أما للإله
ابن لله، هذا استغفر الله العظيم. إذا الإسلام يضع الميزان الصحيح، يضع الصورة الصحيحة، لا كما يقول اليهود يغرقون في المادية وفي الدنس فيصفونها وابنها بأبشع الأوصاف، ولا كما يقول النصارى يطهرونها طهارة تامة إلى درجة لا فيرج، لا سانت ماري فيرج، إلى درجة أن يعتبرونها أم للإله. وهذا لا يجوز. الإسلام أعطاها موقعها بالضبط. إذن هي يقول ابن عاشور علاش قالت قبل هذا يا ليتني مت قبل هذا، ما قالتش بعد وهو الحمل. أرادت أن لا يتطرق عرضها بطعن ولا تجر إلى أهلها معرة، معناها تحبش يطعن في عرضها ولا يعاير أهلها. ولم تتمنى أن تكون ماتت بعد بدو الحمل، لأن الموت حينئذ لا يدفع الطعن في عرضها بعد موتها، ولا المعر على أهلها إذ يشاهد أهلها بطنها بحملها وهي ميتة فتتركها القالة. يقول ابن عاشور، يقول هي قالت قبل هذا، مت قبل ما نحمل، قبل هذا، وتكون نسية منسية. ما قالتش بعد الحمل، خاطر بعد الحمل تموت بعد الحمل سيأتي أهلها والناس يلقاها حامل فيتكلمون في عرضها كما شاءوا، يقولون انتحرت ويقولوا عملت في روحها عمايل وعملت كذا. وذلك هي قالت قبل هذا. والنسي المنسي، أي النسي هو الشيء الحقير الذي من شأنه أن ينسى، معناها نسي منسيا أي مبالغة في النسيان، أي لا قيمة لها. يا ليتني كنت لا قيمة لي ولم أوجد على هذه الأرض، أي يا ليتني كنت شيئا غير مذكور تماما، يا ليتني كنت شيئا قد نسيه أهله وتركوه فلا يلتفتون إليها. فهي تمنت الموت وانقطاع ذكرها بين أهلها قبل ذلك. وهذا موقف تقفه كل بنت شريفة وكل بنت طاهرة، معناها لطفي ربي تقع في أشياء كما في اغتصاب ولا في حاجة تتمنى أنها ماتت، تتمنى أنها كما يقع في الحروب، معناها يغتصبوا الفتيات ويعتدوا على شرفهم وكل، وبعتالي يحملوا كما وقع في البوسنة والهرسك، معناها البنات معناها اغتصبوهم بصبايا، اغتصبوهم وحملوا وولدوا صغار، تتمنى في روحها كان لا عاشت ولا تولدت ولا كل. وهذيك هي منطق الحروب ومنطق ربي يعافينا ويستر ربي يستر بناتنا واخواتنا خاصه في غزه وفي فلسطين، ان شاء الله ربي يحفظهم ان شاء الله. فإن كان في الموقف الاول تواجه الحصانه والتربيه والاخلاق بينها وبين نفسها، توا الان باش تواجه مع المجتمع بالفضيحه، ثم هي تواجه كذلك مع الفضيحة النفسية الآلام الجسدية بجانب الآلام النفسية. أنا شفت عندها آلام جسدية تاع الولادة وآلام النفسية يجتمع عليها الكل. تواجه المخاض الذي ألجأها إلى جذع النخلة واضطرها اضطرارا حتى تستند على النخلة وهي وحيدة وفريدة، تعاني حيرة العذراء في أول مخاض في أول ولادة، ولا علم لها بهذا الأمر ولا معين لها في شيء. فإذا هي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، معناها نكاد نحس بها واضطراب خواطرها ونلمس مواقع الألم فيها. وهي فك الوضعية هذيك يأتيها الفرج من الله سبحانه وتعالى، وتأتي المعجزة وتأتي الطمأنينة الكبرى في قوله تعالى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. من ناداها من تحتها؟ ناداها مولودها عندما ولدته، زادت كي ولدته وتكلم ونادى أمه وفوجئت بالمفاجأة وعلمت أن الأمر معجزة من الله تبارك وتعالى وحجتها معها وهو الغلام الذي تحتها. وهذا دليل على مكانة سيدنا عيسى وعلى كرامة أمه عليها السلام وعليهما السلام. من تحتها دليل يحقق ذلك لإفادة أنه ناداها عند وضعه قبل أن ترفعه مبادرة للتسلية والبشارة، معناها قبل ما ولدته قبل حتى ما تهزه وطلعوا في يدها تكلم هو وقال لها لا تحزني لا تحزني يا أمي لا تحزني أني شعب يكشف سيرك لا تحزن، أنطقه الله سبحانه وتعالى وقد جعل ربك تحتك سريا، معناها الحالة اللي هي ألا تحزني، معناها والسري من تحتها أي حالة جديرة بالمسرة أي دون الحزن،
لما فيها من الكرامة الإلهية. رب سبحانه وتعالى أعطاها كرامة إلهية فنفى عنها الحزن. والسريق لا جدول من الماء كالساقية كثيرة الماء جاري تحتها. إذن ووهبها الله سبحانه وتعالى طعاما طيبا وشرابا طيبا كرامة لها يشهدها كل من يراها، يجدون تحتها نهرا يجري وثمارا تنزل عليها. فأما الماء فلأنه لم يكن الشأن أن تأوي إلى مجرى ماء لتضع عنده، فما كانش ماء غادي، فرب سبحانه وتعالى أخرج عيون من الأرض تسقي الأرض وتطهرها. وأما الرطب فقيل كان وقت شتاء ومش وقت رطب وقتها، وجذع النخلة كانت النخلة ميتة فسقوط الرطب منها خارق للعادة، وأعطيت رطبا دون التمر لأن الرطب أشهى للنفس فإذا هو كالفاكهة، وأما التمر فالغذاء. إذن في الوضعية هذيك تحضر 3 معجزات: معجزة الولادة 4، معجزة الولادة، معجزة الغلام يتكلم، ومعجزة النهر يجي تحتها، ومعجزة الرطب أو التمر أو الدقلة هبطت في غير وقتها. هذه كلها دلائل حتى يطمئن الله سبحانه وتعالى وتأتي بحجتها أمام قومها أن هذا الأمر عجيب جدا. إذن فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. قري عينا أي اطمئني يا مريم فالله معك. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هنا صاحب الظلال رحمه الله يقول: يا الله، طفل ولد اللحظة يناديها من تحتها، يطمئن قلبها، يصلها بربها، يرشدها إلى طعامها وشرابها، ويدلها على حجتها وبرهانها. لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، أي ربك لم ينسك يا مريم ولم يتركك يا مريم، بل أجرى لك تحت قدميك جدولا ساريا. الأرجح أنه جرى للحظته من ينبوع أو تدفق من ماء، من مسيل ماء في الجبل. وقال لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، أي يكون إثمار الجذع اليابس رطبا ببركة تحريكها إياه، وتلك كرامة أخرى لها، وتشاهد بعينها كيف يثمر الجذع اليابس رطبا، وفي ذلك كرامة لها بقوة يقينها بمرتبتها عند الله تبارك وتعالى. والجنيه رطبا جنية أي رطبا حديث السقوط، أي طريا جدا ما زال يسقط من النخلة، مش قديم والحاجة، لا جديد. والرطب متى كان أقرب عهد بنخلته كان أطيب طعاما، ما زال يطيح من النخلة بتاعها، هي حركة النخلة هو سقط. وهذه النخلة اللي تستند عليها قال هزها تسقط عليك الرطب، حركها، وهذا طعام وذاك شراب، والطعام الحلو مناسب للنفساء، والرطب والتمر من أجود الطعام النفساء. فكلي واشربي وقري عينا، أي اطمئني يا مريم فالله معك. أعطاك 4 معجزات: معجزة الولادة هي معجزة الحمل الأولى، معجزة الولادة، معجزة جريان النهر، معجزة الطعام، هذوما معناها المعجزات اللي هو سبحانه وتعالى، ومعجزة الغلام ابنه يتكلم، أكبر معجزة. فما حاجة زاد لاحظتها يعني ما عطاهاش ربي طول مباشرة التمر، قال له حرك النخلة، دليل على الإنسان يلزم يسعى باش يتحصل على حاجة. حرك أنت حرك، والبركة بيد ربي سبحانه وتعالى. امرأة في حالة ولادة تنجم تخلخ النخلة هي، إنما البركة أنت قدم شوية وربي يعطيك، ربي سبحانه وتعالى يعطيك. هذيك حي درس في حياتنا، أنه الإنسان في أي ميدان يمشي أعمل خطوة وربي سبحانه وتعالى يبارك لك في الخطوة هذيك ويزيدك من عنده. أما تكتف في يديك وتقول يا ربي يعطيني وتعمل حتى شيء، لا. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يقول ابن عاشور رحمه الله: وقري عينا اطمئني قلبا. فأما إذا واجهت أحدا فأعلنيه بطريقة غير الكلام أنك نذرت للرحمن صوما عن حديث الناس، وانقطعت إليه بالعبادة، ولا تجيبي أحدا عن سؤال، ما تجاوب حتى واحد، أشير له أن أنت صايمة. أحسن حاجة أقل كلام معهم هم، أقل حديث مع قومها، لأنه باش حلو معها جدال كبير، أقل حديث. ونحسبها قد دهشت طويلا،
وبهدت طويلا قبل أن تمد يدها إلى جذع النخلة تهزه ليتساقط عليه رطبا جنيا، ثم أفاقت فاطمأنت إلى أن الله لا يتركها وإلى أن حجتها معها. هذا الطفل ينطق في المهد فيكشف عن المعجزة التي جاءت به إليها. وقر عين، شو معناها قر عين؟ أي قرة العين تشمل هناء العيش وتشمل الأنس بالطفل المولود، وفي كونه قرة عين كناية عن ضمان سلامته ونباهة شأنه. أي قر عين اطمئني يا مريم وأنسي بمولودك، وهو في ضمان الله تبارك وتعالى. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إن نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا يقول ابن عاشور هذا من بقية ما ناداها به عيسى، وهو وحي من الله إلى مريم أجراه على لسان الطفل. إذن رسالة من ربي سبحانه وتعالى إلى مريم جعل الطفل ينطق بتلك الرسالة. تلقينا من الله لمريم فعلمها أن تنذر صوما معه انقطاع للكلام، فتكون في عبادة وتستريح من سؤال السائلين وجدال الجهلاء. يقول ابن عاشور: وقد بقي عند النصارى، اسمعوا مليح هذه توا، وقد بقي عند النصارى اعتبار الصمت عبادة. أصبحت عند النصارى عبادة الصمت، أي يعبد ربه صامتا. وهم يجعلونه، ابن عاشور يقول هم يجعلونه ترحما على الميت أن يقفوا صامتين هنيهة. تعرفوا هذيك الدقيقة صمت، لكن نحن نقولوا نعم دقيقة صمت على الميت ولا دقيقة صمت على حاجة. هذيك عادة مسيحية من وقت السيدة مريم عليها السلام، معناها عبادة بسكات، يقعد واقف وسكت، نوع من أنواع العبادة يعملوها المسيحيين. وهذه العبادة نسخت في الإسلام، نسخها الإسلام. فجاء في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر ألا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ويصوم. قالوا: يا رسول الله هذاك عمل العبادة أنه ما يتكلمش بكل ويقعد في الشمس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليجلس ويتم صيامه. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: قولوا له هو عمل 3 أشياء: ما يتكلمش، عبادة يقعد ما يتكلمش، وعندهم عبادة يقعد في الشمس تحت الشمس كذا مدة طويلة، وعبادة أنه يصوم. رسولنا الكريم قالوا: قولوا له يتكلم، أي نسخ عبادة الصمت، وقولوا له يستظل، نسخ العبادة البقاء في الشمس، وليتم صيامه وأبقى عبادة الصوم. وكان هذا الرجل يدعى أبا إسرائيل. واضح؟ اللي احنا تو فهم برشا ناس رجعوا لدقيقة صمت. دقيقة صمت نفاها الإسلام ونسخها، نقرأ فاتحة مثلا، ما نعملوش دقيقة صمت. وتنفيذ مريم وصية الطفل العجيب التي لقانها إياها، قال لها: أعمل هيك، أشيري إليهم أنك صائمة. فأتت به قومها تحمله. بعد يقول هنا: فأشارت إليه كيف نكلم من كان في المهد صبيا. هي الآية: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. وما كانت أمك، اللي قبلها هي فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم قد جئت شيئا فريا. يا مريم قد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. إذا طول مشاو لي للطعن في سلوكها والطعن في سيرتها، طول مشاو لها، معناها هاجموها معناها شيئا فري، أي شيئا عظيم، بشيء صغير من غير زواج، من غير معناها طول اتهموها في شرفها، وذكروها اللي هي أخت هارون.
لا قد جئت شيئا فريدا. يا مريم لقد يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشار. طول ما قذفوها وما زالوا يقذفونها إلى الآن، هذوما اليهود ربي يلعنهم إن شاء الله. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أي أشارت إليه إشارة دلت على أنها تحيلهم عليه ليسألوه عن قصته، وأشارت إلى أن يسمعوا منه الجواب. الاستفهام أنكروا أن يكلموا من ليس من شأنه يتكلم، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، كيفاش يكلموا ولد صغير، وأنكروا أن يترقبوا الجواب من عيسى، يحبوا هي تكلموا تجاوبهم على الشيء اللي عملته. فأجابها عيسى عليه السلام أنطقه الله سبحانه وتعالى لكي يبرئ أمه ويزيل عنها هذه التهمة الخبيثة. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. كلام عيسى هذا يقول ابن عاشور قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا الكلام اللي قاله سيدنا عيسى يقول ابن عاشور هذا الكلام أهملته الأناجيل النصارى، هذا الخبر مسحوه من أناجيلهم، مسحوه من أناجيلهم. ما عندهمش في العقيدة متاع النصارى أنه عيسى تكلم وهو صغير وهو في بطن أمه وهو عند الولادة. وهذا أمر قال عجيب جدا ابن عاشور، ويدل على أنها كتبت في أحوال غير مضبوطة ونسيت، فالله سبحانه وتعالى أطلع محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر وأخبره بهذا الأمر. وكلمة إني عبد الله بدأ بالعبودية لله، رب سبحانه وتعالى ألقى هذا الكلام على لسان عيسى، قالوا ابدأ بكلمة إني عبد الله، لأن الله يعلم بأن هناك سيأتي يوم قوم سيقولون إنه ابن لله، وهذا ما وقع فيه الخطأ الكبير الذي وقع فيه النصارى. أول ما بدي قال إني عبد الله، لو كان الكلام قالوا خلوه ينقذ القصة متاع الإله الابن والإله وكل الرواية متاعهم الغلطة هذه، إذا نحوها. فبدأ بقوله إني عبد الله، أول كلمة أنه هو عبد لله سبحانه وتعالى وليس إله وليس ابن لله. والتعبير عن أتاني الكتاب دليل أن ربي سبحانه وتعالى سيؤتيه الكتاب وهو الإنجيل، وكلمة آتاني أي أن في علم الله سبحانه وتعالى أنه سيعطيه الإنجيل ككتاب. الكتاب هو الشريعة التي ستكتب ويقع فيها منها يقدمها لقومه، فإطلاق الكتاب على الشريعة عيسى كإطلاق الكتاب على القرآن، كما نقول القرآن كتاب، كما شريعة عيسى عليه السلام الإنجيل هو الكتاب، والمراد بالكتاب هو الإنجيل، وهو ما كتب من الوحي الذي خاطب الله به عيسى عليه الصلاة والسلام. إذن هكذا يعلن عيسى عليه السلام عبوديته للخالق، فليس هو ابن لله كما تدعي فرقة، وليس هو إله كما تدعي فرقة أخرى، وليس هو ثلاثة هم إله واحد وهم ثلاثة كما تدعي فرقة، ويعلن أن الله جعله نبيا لا ولدا ولا شريكا، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ابن عاشور هنا يبدع في تفسيره، يقول مباركا الذي يقول الذي تقارن البركة أحواله في أعماله ومحاورته ونحو ذلك، أي البركة تصاحبه في كل أعماله يقوم بها سيدنا عيسى، لأن المبارك اسم مفعول من باركه إذا جعله ذا بركة، أو من بارك فيه إذا جعل البركة معه، والبركة هي الخير واليمن، ذلك أن الله أرسله رحمة لبني إسرائيل ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم، وليدعوهم إلى مكارم الأخلاق بعد أن قست قلوبهم وغيروا من دينهم، فهذه أعظم بركة قارنه.
يقول ابن عاشور: ومن بركة عيسى عليه السلام أن جعل الله حلوله في المكان سببا لخير أهل تلك البقعة واهتداء أهلها وتوفيقهم إلى الخير. ولذلك كان عيسى عليه السلام كان إذا لقيه الجهلة والقصاة والمفسدون انقلبوا صالحين، وانفتحت قلوبهم للإيمان والحكمة. ولذلك ترى أكثر الحواريين كانوا من عامة الأميين من صيادين وفلاحين، فصاروا دعاة هدى وفاضت ألسنتهم بالحكمة. من سيدنا عيسى عليه السلام ربي سبحانه وتعالى من البركة أنه كلما التقى بإنسان مفسد أو إنسان غير صالح يصبح صالحا ويمتلئ قلبه بالإيمان. وكلمة أينما كنت أي أن البركة لا تقتصر بركاته على كونه في الهيكل وفي بيت المقدس، بل في كل مكان يحل فيه عيسى يصبح ذلك المكان مباركا. وأوصاني بالصلاة والزكاة المفتوحية، الوصية أي وصيته في المستقبل بأنه يواظب على الصلاة وعلى الزكاة، أي تكون أمرا مؤكدا ومستمرا. أوصاني معناها في طيلة حياته. والزكاة هي الصدقة، والمراد أن يصلي ويزكي، وهذا أمر خاص به كما أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقيام الليل ما دمت حيا طيلة حياته. ولم يكن جبارا عصي. الجبار هو المتكبر والغليظ على الناس معاملتهم، والشقي هو الخاسر الذي تكون أحواله كلها مؤلمة ضد السعيد. وقال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، تنويها بكرامته عند الله تبارك وتعالى. والسلام أجراه على لسانه باش يعلم أنه بمحل عناية من الخالق. وهنا يقول: والسلام علي. في يحيى قال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سلام عليه، سلام نكرة. هنا والسلام مبالغة في تعلق السلام به، حتى كان جنس السلام بأجمعه عليه، أي كل السلام عليه. كي قال: والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. والسلام عليه يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، أي أن الله تبارك وتعالى جعل السلام متعلقا به في كل حياته، سلام من الله سبحانه وتعالى عليه. إذن هذا السلام مؤذن أيضا بتمهيد التعريض باليهود الذين سيطعنون فيه ويشتمونه في الأحوال الثلاثة. شتموه فقالوا ولد من زنا، وشتموه فقالوا مات مصلوبا، وشتموه اليهود فقالوا يحشر مع الملاحدة والكفرة، لأنهم يزعمون أنه كفر بأحكام من التوراة. فرب سبحانه وتعالى قال: لا، سلام والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. توا أنا أعطيكم معلومة أخيرة قرأتها في سورة النساء في تفسير ابن عاشور. يقول ابن عاشور رحمه الله، وهذه معلومة ما يعرفهاش برشا ناس، يقول في تفسير قوله تعالى في سورة النساء: وإن من أهل الكتاب ليؤمنن وإن من أهل الكتاب ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ابن عاشور يقول أن وإن من أهل الكتاب إلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هيك ولا صفحة 110 تقريبا، 110 110 111 تقريبا في الصفحة الأولى بكل السطر الأول بكل 103 وش صفحة 103. إذا هنا ايش يقول؟ هنا يقول أنه أي إنسان يهودي أنكر نبوة عيسى عليه السلام واعتبره أنه ليس نبيا وليس رسولا وأنه ابن كذا كذا كذا، عند وفاته وعند حشرجة روحه وعند طلوع روحه سيبرز له سيدنا عيسى عليه السلام نبيا ورسولا فيؤمن به، فيقول: يا ليتني آمنت، مثل ما فعل فرعون عندما قال لا إله إلا الله، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا أول المسلمين. فهذا
قال ربي سبحانه ربي قالوا الآن ما فاتش وقتها، ما عادش يفيد وقتها، ما عادش يفيد الإيمان. معناها معلومة. وهكذلك صاحب الظلال رحمه الله أيد نفس هذه الفكرة، هذا التفسير، أنه ما من يهودي ينكر نبوة عيسى ويعتبره أنه ابن حاشاكم فساد ابن كذا عند وفاته وعند حشرجة روحه وعند طلوعها يتكشف له عيسى أنه نبي ورسول فيندم على ما قال، ولكن لا يفيد وقتها الندم. احنا نؤمن بأنه نبي ورسول وأنه عبد لعباد الله، والحمد لله رب العالمين. ربي يحفظنا إن شاء الله يا رب العالمين. بش إذا هكذا نختم حصة الليلة، ونواصل إن شاء الله في المستقبل بقية السورة بإذن الله تبارك وتعالى. إذا نمر الآن إلى حصة الدعاء، دعاء ختم كتاب الله تبارك وتعالى. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. حتى إذا أدركه الموت، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قالوا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما عادش يفيد وقتها، عند الحجر جه وتتكشف على العالم الآخر، ما عادش يفيد الإيمان وقته. يبارك فيك يعطيك الصحة. باش أي سيدي نمشيو دعاء ختم القرآن الكريم إن شاء الله يا ربي يحفظنا إن شاء الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مش ربا. بسم الله. بسم الله. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن آلاء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل يا ربي الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.